الأهلي ينفي تلقي النادي عرض جديد لإمام عاشور من نادي طرابزونسبور التركي لمزاملة محمد صلاح، ويؤكد أن العرض الوحيد الذي وصل للاعب بشكل رسمي كان من كونياسبور وتم رفضه بسبب القيمة المالية. الأهلي يرفض تقديم أي عروض جديدة لإمام عاشور وياسر إبراهيم بعدما طلب الثنائي زيادة مالية خلال الجلسات التي تمت معهم، خصوصا أن هناك عروض وصلت لهم بأضعاف الأرقام المعروضة عليهم من النادي. ويقرر تعليق ملف التجديد لهم واستمرارهم بنفس العقود الحالية لحين موافقتهم على العروض التي قدمها لهم النادي، وذلك في ظل تبقي موسم كامل في عقد ياسر إبراهيم وتبقي موسمين في عقد إمام عاشور. تقارير صحفية تؤكد أن الأهلي قد لا يعتمد على إمام عاشور أساسيا في الموسم الجديد حال فشل محاولات التجديد مع اللاعب، والنادي قد لا يمانع رحيله في هذه الحالة سواء في الفترة الحالية أو انتقالات يناير. والأهلي يرفض مجددا التخلي عن ياسر إبراهيم في ظل صعوبة التعويض وعدم توفير البديل حاليا، وذلك في ظل ضغط الشباب السعودي على اللاعب بشكل كبير وإغراءه براتب يصل إلى 4 أضعاف المعروض عليه من النادي الأهلي. أحمد شوبير يؤكد أن المفاجآت واردة في الأهلي الليلة في ظل ارتباط سيد عبد الحفيظ بجلسات مهمة مع إمام عاشور ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم لتجديد عقودهم. ويؤكد أن ياسر إبراهيم لديه عين في النار وعين في الجنة حاليا بعدما رفع الشباب السعودي عرضه للاعب إلى 4 أضعاف المعروض عليه من الأهلي للتجديد. محمد هاني يوافق على عرض التجديد للأهلي ويوقع اليوم بشكل رسمي على العقود، وترقب الأهلي لنفس الموقف لمصطفى شوبير والذي تنتهي مهلته اليوم أيضا. الحسين عموتة يضع أحمد رضا ومحمد هاني ضمن الأسماء المرشحة للعب في مركز قلب الدفاع في بعض مباريات الموسم الجديد بخلاف مراكزهم الأساسية، وذلك بعدما حرص على تجربة الثنائي في هذا المركز خلال التقسيمات التي تقام في المران، وظهر الثنائي بأداء مرضي. المجلس الأعلى للإعلام يدرس جديا الموافقة على عودة فقرة تحليل الحالات التحكيمية في الموسم الجديد في ظل ضغوط قنوات أون سبورت والشركة المتحدة التي تعتبرها الفقرة الأهم في الاستوديوهات التحليلية. الحسين عموتة يواصل فرض سياج من السرية التامة على مباريات الأهلي الودية استعدادا للموسم الجديد، ويرحب بفكرة تصوير قناة الأهلي للمباريات بشرط إذاعتها بعد انطلاق مسابقة الدوري، وذلك حتى لا يسمح لمدربي الفرق المنافسة بمعرفة أفكار فريقه قبل بداية الموسم، وأيضا رغبته في إبعاد اللاعبين عن أي ضغوطات إعلامية في هذه الفترة للحفاظ على اللاعبين من الإصابات. الأهلي يخصص جرعات بدنية خاصة لمنصف بكرار بخلاف الجرعات التي يحصل عليها بقية اللاعبين في الفريق، وذلك بسبب خوض اللاعب الجزائري معسكر إعداد مع فريقه السابق. الأهلي يخطط لسفر لاعبيه إلى أسبانيا ظهر اليوم لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، وتقارير صحفية تؤكد أن هناك عزل شامل ينتظر اللاعبين وإقامة عسكرية، وذلك لإقامة المعسكر في منتجع بعيد عن صخب مدينة برشلونة. مستغل الرحيل بن رمضان وحاجة الأهلي للإطاحة بنجله لضم لاعب أجنبي بديل، والد أشرف داري يؤكد لمسؤولي الأهلي رغبة نجله في البقاء في الأهلي في الموسم الجديد ورفض الرحيل سواء عن طريق فسخ التعاقد أو الخروج للإعارة، وذلك لكي يجبر الأهلي على دفع كافة مستحقات نجله لنهاية تعاقده. وسيد عبد الحفيظ يدعو اللاعب ووالده لاجتماع جديد اليوم على أمل إقناعهم بالخروج نظرا لتوفر عرض بقيمة 40 مليون جنيه من المصري البورسعيدي. الأهلي يطالب الحسين عموتة بالسماح لعمر الساعي بالخروج إذا لم تكن هناك نية للاعتماد على اللاعب بشكل كبير، والمدرب المغربي يعد بحسم موقفه النهائي بنهاية اليوم وإبلاغ النادي بقراره بعد المباريات الودية. الأهلي يرفض مجددا عرض الجيش الملكي لاستعارة رضا سليم أو شرائه بسبب القيمة المالية الهزلية، ويحاول بكل الطرق إقناع اللاعب بالانتقال للمصري البورسعيدي الذي رحب بتحمل راتب اللاعب بالكامل في الساعات الماضية. وكيل لاعبين يعرض على الأهلي ديور ديوارتي لاعب وسط منتخب كاب فيردي بعد تألق اللاعب في كأس العالم الأخير، ويؤكد أن النادي البلغاري لا يمانع رحيله حال وصول عرض جيد. الأهلي يفكر جاديا في منح محمد شريف الاستغناء النهائي لكي يحدد وجهته القادمة بنفسه إذا لم تصل له عروض حتى مساء اليوم. البرازيلي خوان بيزيرا يشترط الحصول على $1,500,000 في الموسم للبقاء مع نادي الزمالك. حسام الزناتي يطلب من نادي الزمالك مهلة لحسم موقفه النهائي من الموافقة على تولي منصب المدير الرياضي الجديد للنادي. غضب كبير في الزمالك تجاه عبد الله السعيد بسبب اختاره للنادي بالتغيب عن التدريبات طوال الأيام الماضية وعدم عودته إلى القاهرة حتى هذه اللحظة، واللاعب يؤكد للمقربين أنه سيعود اليوم وسيتوجه للتدريبات غدا. أفراح عارمة في تركيا بوصول محمد صلاح إلى اسطنبول للانضمام لطرابزونسبور التركي بشكل رسمي، ورئيس النادي هناك يؤكد في تصريحات إعلامية أنه تعاقد مع أفضل لاعب مسلم في العالم، وأنهم كانوا في حاجة ماسة للاعب مثله، ومفاوضاتهم مع النجم المصري استمرت 10 أيام فقط وكانت في سرية تامة. ويؤكد أيضا أن أوروبا بأكملها ستتحدث عن طرابزونسبور بعدما أكد النادي قدرته على التعاقد مع أي لاعب يريده. نادي طرابزونسبور التركي يطرح
قميص محمد صلاح للبيع لاستغلال الزخم الجماهيري الضخم في تركيا على الصفقة، وتقارير صحفية تؤكد أن رغبة أسرة اللاعب في التواجد في بلد مسلم وبنفس الوقت بلد أوروبي هي التي منحت التوجهات للاعب وليس الأرقام المالية. انفجار في عدد متابعي ترابزونسبور التركي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بعدما أعلن النادي عن التعاقد مع محمد صلاح، وبدأ ينشر صورا من لقطات وصول اللاعب إلى تركيا وارتداء قميص الفريق. حشد جماهيري غير مسبوق في مطار اسطنبول استقبالا لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني. ريال مدريد يؤكد استمرار إبراهيم دياز في صفوف الفريق الموسم الجديد بسبب عدم توفر أي عروض لرحيل اللاعب. محمد صلاح يفضل ارتداء القميص رقم 10 مع ترابزونسبور التركي على القميص رقم 11 قميصه التاريخي مع نادي ليفربول. سمير عثمان الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام يؤكد أن هناك حالة تأهب قصوى في لجنة الحكام حاليا لتجهيز الحكام بأفضل طريقة ممكنة لانطلاق بطولة الدوري، ويؤكد أن جميع الأسماء الموجودة في لجنة الحكام لديها هدف واحد وواضح وهو إنجاح مسابقة الدوري والقضاء على الأخطاء التحكيمية، ولن تتردد اللجنة في معاقبة أي حكم سوف يخطئ خطأ مؤثر في نتيجة مباراة. أحمد شوبير ينتقد أعضاء لجنة الحكام الجدد ويطالبهم بالتوقف عن الحديث الإعلامي والتركيز على العمل الجاد مع الحكام لتطوير المنظومة بشكل حقيقي، ويؤكد أيضا أنه لا يرى أي شيء يعيب اللجنة في الاعتراف بالأخطاء إذا حدثت، وتمنى أن تتعلم اللجنة الحالية مما حدث في الدوريات الأوروبية الكبرى والاعتراف بالأخطاء التي تحدث بدلا من المكابرة والدخول في أزمات مع الأندية مثل اللجنة السابقة بقيادة أوسكار رويز. ويتمنى أيضا أن يركز الحكام على تطبيق القوانين فقط والابتعاد تماما عن روح البروتوكول والاحتواء بعدما عاد عصام عبد الفتاح لرئاسة اللجنة، خصوصا أنه صاحب هذه المصطلحات. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.